احنا الضحكة نتاعنا التوانسة سواء في المقهى أو في العائلة لما نحبوا نضحكوا نتكلموا عن المرزوقي، هو ضحكة مش رئيس، راهو يعني مش بمفهوم رئيس كما تفهموه، إنسان ضحكة يعني نكتة. اللي يمشي في الأمور الكل هو راشد الغنوشي. نعيطوا له الطرطور، أنا قلت هالكلمة الأولى، طرطور يا أخي مشات فيه، كما قلت أرحل وطلعت. يعني ضحك المرزوقي. أنا لما تحبني نحلل عن طريق المرزوقي وما قاله المرزوقي يعني أصير أشك في مدارك العقلية، فهمت؟ ما هوش رئيس، هو يسكن في كرتاج وعنده اللقب نتاع الرئيس، أما ما عنده حتى صلاحية، ما عندوش صلاحيات رئيس، ما عندوش هيبة الرئيس. إنسان لما يقعد في الكرسي لا يمليهش، سبحان الله، ما ينجمش يكون رئيس السيد هذا. احنا نضحكوا منه. يقول ما يقول هو ضحكة في البيوت التونسيين وعند التونسيين. معليك كان تطلع في سيارة أجرة وتحكي على المرزوقي ستسمعين معناتها الناس تستهزأ منه، معناتها ما نحسبوش مش في الخارطة السياسية، يعني رئيس بلا صلاحيات، الخارطة السياسية تتحكم يقول ما يقول لن يستطيع طرطور. تحقيق ما يقول، حتى لو قال انه لا نمتلك عصا سحريه لتحقيق مطالبكم. يقول ما يقول. سيد طارق مكي، احنا في تونس ارجوك ان تعذرني على مقاطعتك، ولكن انتهى وقت بانوراما لهذه الليله. سنلتقي في حلقات قادمه للحديث عن الشان التونسي باذن الله. شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا سيد طارق مكي، امين عام حركه الجمهوريه الثانيه. نهايه بانوراما، الى اللقاء.